هل الغرور مرض يصيبنا بين الحين والآخر نتيجة شعورنا بالتفوق أو اعتقادنا أننا أفضل من الآخرين؟ مع بداية يوم ملبد بالغيوم، الرياح الباردة تخترق الأجساد، التلاميذ والمعلمون ذاهبون إلى مدارسهم، يطوون الطرق تحت أقدامهم مسرعين ليدخلوا المدرسة ليحتموا بها. وصلت مي إلى المدرسة مع بداية الحصة الأولى، واستأذنت بالدخول. سألها الأستاذ عن سبب تأخرها، فأجابت: ظروف الجو، فأذن لها بالدخول. دخلت مي وجلست في مكانها، تنظر إلى زملائها بغطرسة، غير مقتنعة بما يقوله المعلمون. مرضت زميلة مي في أحد الأيام فسأل الجميع عنها وزاروها، بينما تجاهلت هي الأمر ولم تسأل عنها. تحب مي العزلة دائما، حتى خلال الفسحة المدرسية، حيث تفضل الجلوس بمفردها دون التحدث مع زميلاتها. عادت أروى من مرضها دون أن تتحدث معها، وعند سؤالها عن الدروس التي لم تحضرها، نظرت مي إليها باستياء قائلة: لماذا أشاركك مجهودي؟ قال زملاؤها: لا تضايقي، الأهم الحمد لله على سلامتك. ونظروا إلى مي قائلين: يوم لك ويوم عليك. مر منتصف الفصل الدراسي، وفي يوم كالمعتاد ارتدت مي ملابسها بسرعة وسقطت، مما حال دون ذهابها إلى المدرسة ونقلت إلى المستشفى. تبين أن قدمها تعاني من شبه كسر، لذا يجب عليها البقاء في المنزل دون حركة. وتسائل أصدقاؤها عن سبب عدم حضور مي اليوم. علموا بما حدث، وانتهت فترة علاجها وعادت إلى المدرسة. اتفق زملاؤها على ضرورة تعليمها درسا. سألتهم عن الدروس التي لم تحضرها فلم يجيبوا. تساقطت دموعها، وهجوم أصدقائها حولها واحتضنوها. علموها أن التعاون هو أساس كل شيء، وأن الغرور يجعل الإنسان وحيدا، كما قال المعلم: لا يوجد أحد كامل. اعتذرت مي لأصدقائها بعد أن تفكرت في تصرفاتها، وتجاوزت غرورها الذي كان يمنعها من الاعتراف بخطئها.